لله. وبعدين لازم نعرف انه ايه، انه في بيروقراطيه صرف الفلوس دي مع انها من عندنا كلها، يعني احنا مش واخدين من الدوله حاجه. الدوله الحمد لله مديانا الارض بس. اما الصرف على هذا المتحف فهو جزء كبير جدا من دخل وزاره الثقافه، والجزء الاخر قرض ميسر جدا من اليابان. 300 مليون دولار من اليابان وزيهم من عندنا من الوزاره. طيب المكان المتحف نفسه هو احد مناطق العذاب المروري للوصول له ده دلوقتي في الوقت الحالي. السؤال هو يعني هل في المخطط دي مع 2012 برضه ان تتم عمليه التسييل والتسيير المروري في هذه المنطقه؟ طبعا المهندس احمد المغربي عرض علينا تصور للمنطقة ككل، وكان في حضور الدكتور أحمد نصيف رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء، وتكلمنا في كيفية الحلول وتمت وبالفعل بتتحل خلاص دلوقتي، ده على قدم وساق يعني المفترض ان مع 2012 برضه هيكون كل الأمور صارت وبقى له سكة لوحده وكل حاجة. هسأل سؤال أخير سيد الوزير فاروق حسني، إذا ما قيمت أنت شخصيا، إذا ما جلست بينك وبين نفسك وقيمت ما قدمته أنت للثقافة المصرية في إطار عملك في توليك لوزير الثقافة، إلى أي مدى تشعر بأنك أنجزت؟ إلى أي مدى تعتقد أن هناك ملفات كان ينبغي لك أن تفتحها ولم تفتحها؟ إيه الإيجابيات وإيه السلبيات؟ هو ملفات لم تفتح، لا كله فتح يعني بدون استثناء، وعمل دوشه خطوات كتيره. انما في فرق بين الطموح والاكتفاء الضميري يعني. انا ضميري مرتاح جدا، انما الطموحات لا اكتر من كده بكتير. وبعدين الثقافه نفسها اصلها دي ملهاش سقف، يعني تفضل تعمل. يعني انا بقالي الفتره دي كلها لو قعدت قدهم في شغل ولازم يتعمل. الثقافه تجدد وابتكار مستمر وابداع الى ما لا نهايه، وان انت خسرت الخيال فيها خسرت نفسك وخسرت الدوله العمل الثقافي. انا عايز اقول انا رحت، كان اساس الموضوع عندي هو انك انت يعني مصر تملك عتاد ثقافي مهول ما تملكوش دول عظمى. كان مهملا وكان يعني مش معمول له اي حساب. ولك ان تتخيل ان انا يعني الرئيس حسني مبارك يعني يحتفظ بوزير ثقافه مده 21 سنه، ده معناها ان هناك عمل لابد ان يتم. وبالذات وزير الثقافه ده كان بيتغير كل 3-4 سنين عشان يزودوا عدد المتغيرين، فبالتالي كان بيتحط في السكه. النهارده مصر الثقافه دي اساسها، اساس دوله مصر هي الثقافه. هذا التراث اللي احنا فيه والابتكار والابداع واللي مديها ملامح بين العالم. والا لو ما كانش ده موجود كنا بقينا اي دوله من الدول الموجوده في افريقيا. صحيح، يعني وجايز يكون هذا التراث اللي احنا فيه النهارده احد النقاط اللي انا على المستوى الشخصي واظن كل من يمر فيها بيشعر بالفعل بالسعاده بالفخار ان هو بينتمي الى هذه البلد، الى تلك الثقافه، وهي الثقافه التي تقدم مرشحها لمنصب امين عام اليونسكو، والذي نتمنى لك فيه التوفيق سيد الوزير فاروق حسني. سيادة الساده، من قلب مره اخرى من قلب مصر، من قلب القاهره، من قلب القاهره الفاطميه، من شارع المعز لدين الله الفاطمي، احييكم وأدعو كل المصريين لأن يأتوا إلى هنا ويروا جزء أصيل من تاريخهم. مصر ليست فقط الحضارة الفرعونية، وليست فقط الحضارة القبطية، وليست فقط الحضارة الإسلامية، وليست الحضارة المعاصرة، ولكنها هي مزيج من كل ذلك. ومرة أخرى سيد الوزير فاروق حسني أشكرك. يا سادة السادة، شكرا لكم، والى اللقاء في مرات قادمة بإذن الله. عملت حاجة